بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودينا قيما ويقينا صادق، ونسألك اللهم النجاة من كل بلاء وبلية، ونسألك دوام العافية والشكر على العافية، ونسألك اللهم الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات الأحباب الكرام داخل الوطن العزيز وخارج البلاد، في معسكرات اللجوء وفي مدن الشتات، أحييكم تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن سادتي نلتقي في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وعنوان الحلقة وهي الحلقة 16، وعنوانها الأدب رافعة اللغة. الأدب رافعة اللغة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي دوما على خير، وأن يحقق أمانينا فيما نحب ويحب سبحانه وتعالى ويرضى عنه الناس والرسول والمؤمنون جميعا. أيها الأحباب، ارتأيت في هذه الحلقة أن نتحدث عن الأدب بوصفه وباعتباره رافع اللغة. واللغة العربية آدابها كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، وتعتبر من أغنى اللغات الغنية بالأدب وفروع وفنونه المختلفة. وإذا كان الأدب عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة هو كل ما تنتجه قرائح الأدباء من شعر ونثر بقسميهما كما يقال، ويحدث ذلك العطاء الأدبي لذة فنية عند السامع والقارئ. وتأخذ الأشكال الأدبية مختلف أشكال الإبداعات المختلفة في الشعر والقصة والرواية والنقد، وكل ما يمكن أن نتخيله في لغة الضاد، هذه اللغة الشريفة العملاقة البالغة. وكتب كثير عن الأدب باللغة العربية وغيرها، ولكن ما كتب بالعربية فهو يعني كثير للغاية. والأدب في الواقع الإريتري برضو كان له دورا كبير في رفض ودعم اللغة العربية وبمختلف اتجاهاته، سواء كان في القصة والشعر وحتى النقد. وربما فترة الأربعينات عزيز المشاهد التي تناولنا جانبا منها في واحدة من الحلقات، يعني فترة الأربعينات كانت من أزهر الفترات التي ازدهر فيها الأدب المكتوب باللغة العربية في إريتريا. ويقول الكتاب يلعب الأدب دورا مهما في الحفاظ على اللغة العربية والارتقاء بها من خلال أشكاله الإبداعية المختلفة في الشعر والقصة والرواية والنقد، والتي من الممكن أن تساعد على تطور لغة الضاد حتى تواكب التطورات العصرية، على اعتبار أن الإبداع أحد الروافد المهمة للنهوض بها. وفي ذلك أكد الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة أن الدور الأكبر في تنمية الوعي بأهمية اللغة العربية يقع على الأدباء، لأن الأدباء عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة هم الذين ينشغلون ويشتغلون بالمنتوج الأدبي بأي شكل من الأشكال. والأدب حقيقة يعتبر هو المرآة الصادقة لتطور اللغة. وكما يقال إذا أردت أن تنظر إلى مجتمع أو إلى مستوى تطور المجتمع في أي مجتمع من المجتمعات فانظر إلى آدابه ولغاته. فإذا كانت لغته متطورة
بمعنى ما ينتجه في المنظومة الأدبية، شعر، قصة، رواية، نقد، وحتى الأشكال الأدبية المختلفة، إذا كانت متطورة حقيقة هي ستعكس الواقع الذي تعيشه هذه الأمة أو تلك، والعكس صحيح، لأن الأدب يعتبر المرآة الصادقة لتطور اللغة في هذا المجتمع أو ذاك، وأيضا هو حياة أخرى بالنسبة لها. يعني اللغة تستخدم الأدب أو الأدب، أيهما يخدم الآخر؟ هذه قضية جدلية. هل اللغة هي التي تخدم الأدب ولا الأدب هو الذي يخدم اللغة؟ ولكن هي الخدمة متبادلة بنظري، لأنه اللغات التي ليس لها آداب ومنتوج أدبي هي لغات تموت كما تموت الأشياء، واللغات تتجدد وتتلاقح وتتحاور فيما بينها من خلال المنتوج الأدبي. بمعنى يعني لما تكون هناك منافسة أو خلينا نسميه شكل من أشكال المنتوج، الشعر والأدب والنقد والرواية وغيرها، يعني القصة قصدي، وهذا يعمل من أجل تطوير هذا النسق من المنتوج الأدبي، المحصلة النهائية بتكون هي تطور لحالة الأدب أو المنتوج الأدبي في المجتمع. وعندما لا تكون يعني عكس ما نرى، على سبيل المثال ما تعيشه بلادنا اليوم خاصة في جانب اللغة العربية، فليس هنالك يعني ذلك المنتوج الأدبي الكبير، مع الاحترام الشديد والتقدير لكل الذين يرفدون المكتبة العربية بالمنتوج الأدبي قل أو كثر. وهنا لا بد أن أشيد باسم هذا البرنامج بمكتبة أغردات العامة في السفير الإلكتروني. هذه المكتبة إن شاء الله في يوم من الأيام نجي ونتحدث عنها، بتنشط في الترويج للمنتوج العربي الإريتري ومنظماه بشكل جيد. وأنا أشكر وأهيب وأتقدم بجزيل الشكر للمجموعة التي تعمل في صمت، ومكتبة أغردات العامة في السفير الإلكتروني غنية بعدد هائل من الكتب، وخاصة الكتب التاريخية. وغير ذلك المنتوج الأدبي ما كثير، ولكن برضو نحيي كل الكتاب والرواة والشعراء الذين يعني يحاولون من هنا وهناك لنشر منتوجهم. وفي نفس الوقت لماذا لم تكن هنالك إنتاج أدبي كبير باللغة العربية بالنسبة للمجتمع الإريتري؟ هذه طبعا قضية متشعبة ويمكن أن نتحدث عنها في يوم من الأيام، لكن مسألة النشر ليست بالعملية السهلة، معقدة وفيها كثير من المصاعب التي ربما الواقع الإريتري كان له دور في أنه الناس ما قادرين ينشروا منتوجهم باللغة العربية. وكما قلنا عزيزي المشاهد أنه الأدب هو المرآة الصادقة لتطور اللغة، وهو كذلك حياة أخرى بالنسبة لها، والمجدد الدائم لأنساقها، كما أكد على ذلك الشاعر محمد إبراهيم. وهذا ليس وليد اللحظة الراهنة فقط، بل يمتد عبر تاريخ الأدب العربي منذ العصر الجاهلي حتى الآن. وقديما كان الشعر الجاهلي قبل الإسلام هو الأنموذج للحفاظ على قوة وسلامة اللغة. نعم، يعني المعلقات أو الشعر الجاهلي بشكل عام لعب دورا كبيرا في توثيق حياة الأمة العربية في عصرها الجاهلي، ثم جاء الإسلام بالقرآن الكريم فصغل تلك التجربة وقوى من مكانة اللغة العربية
في المجتمع. والدليل على تعدد روافدها أي اللغة وتنوع منابعها وتأكيد جمالياتها الفنية. وقد احتفى العرب قديما بالشعر ليس باعتباره فن العربية الأول، وإنما لأنه المحافظ على العادات والتقاليد والأعراف القبلية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. كانت القبيلة العربية قديما تفرح إذا ما ولد ونبغ فيها شاعر، لأنه سيكون المدافع عنها والمبين لمكارمها ومواضع التميز عندها. وهذا ما نجده في المعلقات السبع، وهناك من يقول المعلقات العشر، التي تعد تلك المعلقات وثيقة لغوية وتاريخية مهمة تؤكد عمق الإحساس بقيمة الأدب والشعر بوجه خاص في ذلك العصر البعيد، وعلى مكانة الشاعر باعتباره حارسا للغة ومجددا في أنماطها. ونستطيع أن نقول يعني الشاعر كان بمثابة وزارة إعلام في ذلك العصر بمسمياتنا الحديثة، حيث كان هو من يوثق لأيامها حروبها وأيامها، وفي نفس الوقت برضو حواراتها بين القبائل والصراعات التي كانت تكون قائمة. وكذلك يعني ينافح عن هذه العادة ويتصدى لكل ما يمكن أن ينال من هذه القبيلة. وفي نفس الوقت هو أيضا محل مكانة وتجلة عند المجتمع، على عكس ما تعيشه الأمة هذه العصور أو هذه الفترة. وقد تراجع فيها في من يرى بعض الناس أنه تراجع مكانة الشاعر والشعراء في المجتمع. وهذه المسألة برضو لها أبعاد خارجية، يعني الآن الناس تروج للرواية وما إلى ذلك والقصص، لكن هناك من يرى أنه لا زال الشعر بوصفه ديوان العرب، ولا زال يحتل الشعر مكانته المتقدمة. ولكن لأنه المسألة برضو فيها شيء من أشياء إذابة الثقافات والاعتزاز بالهوية واللغة والثقافة وما إلى ذلك، وكل الأنساق التي نراها في سواء كان في الرواية أو في القصة أو في حتى في أساليب النقد هي مسائل أو مدارس مستوردة ولا تمت إلى الواقع العربي بشيء كبير، ولكن تم تعريب الأفكار وما إلى ذلك، والناس ينساقون إلى تلك الأنماط. ولذلك وكأن هنالك من يزعم من يقول إنه ليس للشعر مكانة في هذا العصر، وهذه مسألة بعيدة كل البعد عن المنطق، يعني لأنك على الأقل أنت يمكن أن تقرأ ديوان شعر أكثر من مرة، لكن ما لا أعتقد أنه ممكن تقرأ قصة أكثر من مرة ولا رواية مهما كانت حبكتها جيدة، وهذا ليس تقليل من شأن القصة والرواية. لكن في الشعر نحن لا نزال نقرأ المعلقات ونقرأ وقد يكون الإنسان قرأ هذه القصيدة أكثر من مرة، ولكن وهذا هو يعني الشعر وعلاقته باللغة العربية تحديدا يختلف عن الشعر في أي لغة من اللغات بما فيها هذه اللغة الإنجليزية السائدة اليوم. وبالتالي خصوصية اللغة العربية يكمن أنه هي لغة شاعرية، ولذلك سيظل الشعر هو ذلك النهر الذي لا يجف، حتى لو يعني روج من يروج على أنه هذا العصر هو عصر الرواية والقصة وما إلى ذلك. وكما قال الدكتور محمد إبراهيم، قال: جاء القرآن الكريم ليحافظ على اللغة العربية ويكرمها أيضا لأنه نزل بلسان عربي مبين، وظل الشعر وفن الخطابة لهما
مكانة متميزة عند العرب في العصور القديمة وفي العصور التالية كذلك. وبدأ العلماء يضعون القواعد اللغوية والبلاغية التي تبرز جماليات هذه اللغة الأم، فتطورت أدواتها وتجددت بنيتها حتى وصلنا إلى العصر الحديث الذي نحن في أمس الحاجة إلى تأكيد جماليات لغتنا وهويتها الممتدة عبر العصور. وبالتأكيد يلعب الأديب دورا مهما ورئيسيا في هذا الإطار للنهوض بها من خلال تطعيمها بمفردات الحياة اليومية وغيرها مما يعد إثراء لها وإضافة حقيقية لها، خاصة مع تنوع فنون الكتابة. فلم يعد الشعر وحده في هذا المجال، فهناك الرواية التي تطورت تطورا مذهلا في السنوات الأخيرة، وكذلك المسرح بأشكاله المتعددة، والقصة القصيرة، وفن المقال، وغيرها من الأشكال التي بإمكانها أن تعيد للغة العربية مكانتها التي تستحقها. وفي هذا الإطار يؤكد الناقد الدكتور حامد أبو أحمد فيقول: إن اللغة العربية ما زالت تحتفظ بمكانتها في الواقع الإنساني، وأن ازدهار الفنون الأدبية ساعد على ذلك بشكل كبير، كما ساعد على وضع اللغة العربية على الخريطة الثقافية والإبداعية العالمية. فهناك كثير من الأعمال العربية يتم ترجمتها إلى جميع لغات العالم في الرواية والقصة والشعر، وهناك مشاركات عربية كثيرة في المهرجانات والمؤتمرات الثقافية العالمية، مما يجعل هناك حضوراً عربياً متميزاً ويعطي للعالم انطباعاً متميزاً عن تطور اللغة العربية عبر أنساق الكتابة المختلفة. ما في شك أنه وبدت الكتابات الإريترية أو المنتوج الإريتري عبر القصص تحديداً والروايات يعني موجودة الآن، سواء كان في الأروقة أو المعارض السنوية التي تقام، سواء كان في المحيط العربي أو المحيط الإفريقي العالمي برضو، وإن كانت محدودة، ولكن هناك وجود بشكل أو آخر. ويضيف الدكتور أبو أحمد قائلا: هنالك عدد كبير من الأدباء يعملون في إبداعاتهم على الاهتمام بعنصر اللغة الذي هو من وجهة نظره أساس للعناصر الإبداعية الأخرى التي يجب أن تتوافر ويتضمنها العمل الإبداعي. فبدون لغة جيدة لا يوجد إبداع، حتى لو كان هناك تخيل وتأمل وغير ذلك. فاللغة هي الحاضنة الأولى لأي إبداع أدبي أو فني. وكذلك نسيت أن أشيد بالمبادرة القيمة التي تنشط فيها مكتبة غردات العامة، حيث خصصت أو تنظم سنويا جائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة. وكما عرفنا أنه برضو حيدخل في مجال الشعر لتخليد ذكرى الراحل الأديب المؤرخ محمد سعيد ناود رحمة الله عليه. ومن هنا نشيد بالمبادرة لتنظيم المسابقة على الرغم من يعني التحديات التي تواجه هذه المجموعة. والعمل هو عمل طوعي ويحتاج إلى تضافر الجهود. بالعودة عزيزي المشاهد إلى موضوع اللغة أو الأدب رافعة اللغة التي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وذلك نقلا عما كتبه الكتاب والنقاد والأدباء في هذا المجال. ويرى الدكتور أبو أحمد أن هناك جيلا من الأدباء الروائيين والشعراء حاليا يحتفون باللغة ما يعطي نصوصهم مذاقا خاصا على مستوى التشكيل والبناء، إضافة إلى مستوى الرؤية. وهناك حقول نقدية تعتمد على عنصر اللغة عند تحليل النصوص الأدبية. كل ذلك بالتأكيد يساعد على الارتقاء والنهوض باللغة العربية. ويتفق مع هذه الرؤية الناقد الدكتور صلاح السروي،
مشيرا إلى أن وضعية اللغة العربية في الدراسات الأدبية المقارنة وضعية متميزة لعدة أسباب، منها أن هذه الدراسات تعتمد على تحليل دقيق للعلاقات اللغوية داخل النصوص، وكذلك دور اللغة في التأثير في الآداب الأخرى، وهذا يعطينا مؤشرا واضحا حول دور الأدب العربي الحديث في التعريف بجماليات اللغة العربية. ويضيف الكاتب الدكتور: هناك طفرة نوعية تشهدها الساحة الأدبية العربية حاليا عبر عدة مستويات، فهناك أساليب كثيرة ظهرت في الكتابة الشعرية في أشكالها بين العمودي وقصيدة التفعيل مرورا بقصيدة النثر. قصيدة النثر هذه فيها كثير من الجدل، وشخصيا أنا لا أميل أن تكون هناك قصيدة النثر. هي موجودة كمصطلح وفي ناس يكتبوا بها، لكن أن تجمع نقيضين، القصيدة هي غير النثر والنثر غير القصيدة. لكن هذه واحدة من الفذلكات اللغوية والمفردات التي يستخدمها الناس، وهذا باب واسع فتح المجال لغير الموهوبين حقيقة، يعني لأنه كما يقال يعني الشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمن. ويعني قصيدة النثر هذه فيها لغط كثير، يمكن في يوم من الأيام نتحدث عن هذه القضية. أما الرواية كما يرى الدكتور صلاح، يقول الرواية فتعددت أشكالها، فهنالك الرواية الواقعية والرواية التاريخية ورواية الهامش وغير ذلك من الأشكال التي بدأت تظهر، لكن تبقى اللغة أساساً لها وعاملاً مهماً فيها. ويعتقد أن هذه الطفرة تساعد بالتالي على النهوض الفعلي باللغة العربية. فاصل آخر مشاهدينا الكرام من شبكة السلام الإعلامية، ونعود لنكمل ما تبقى من حديث في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أرحب بكم مرة ثانية ونواصل ما انقطع من حديث. وعلى مستوى الدراسات الأكاديمية هناك اتجاه لدى كثير من الباحثين الجدد في عمل دراسات حول علاقة اللغة العربية بالواقع المعاصر، والبحث عن مكامنها وجواهرها لتجديدها، كما قال حافظ إبراهيم في قصيدته المشهورة: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. قصيدته التي عنوانها اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها، فأسرار اللغة العربية كثيرة لا يقدر على فكها سوى الأدباء. ويرى الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد أن للغة العربية إحدى أبرز اللغات الحية في العالم، فالتجديد كامن في بنيتها منذ أقدم العصور حتى الآن. ويضيف دكتور شاكر: هناك عناصر مضافة إلى اللغة العربية في الأدب الجديد، خاصة عنصر الصورة في العمل الإبداعي في الشعر والرواية والقصة، وهو نصر حداثي بامتياز، وتعتمد عليه أغلبية الآداب العالمية، وأصبح هذا العنصر مسيطراً في كثير من الأعمال الجديدة. ويؤكد الروائية أو تؤكد الروائية أمينة زيدان أن للغة العربية، أي أن اللغة العربية هي لغة أدبية في الأساس، وأن قواعدها بدأت من خلال النظر إلى النصوص الأدبية منذ تأسيس علم النحو، ثم علم العروض وعلوم البلاغة المختلفة. وتضيف أمينة قائلة: في الوقت الراهن على الأدباء دور كبير في النهوض باللغة، لأن الاستسهال قد يؤدي إلى ضياعها وانهيارها. لذا على كل من يريد الكتابة الإبداعية أن يدرس اللغة ويتذوقها، لأن اللغة العربية لغة تذوق، وهي أكثر اللغات
التي تحتوي على تنوع في المفردات وتنوع في الجماليات والرؤى. ويرى الروائي الدكتور السيد نجم أن العربية من أكثر اللغات حضوراً في العالم. زاد هذا الحضور في السنوات الأخيرة مع زيادة الإبداع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية. ويضيف الدكتور نجم: لعل الاقتراب من تعريف اللغة هو التعريف إلى كونها وسيلة بحسب تعريف اللغويون والفلاسفة، أي من خلال وظيفة اللغة، حيث هي وسيلة التواصل والتماثل بين الأفراد والجماعات، ولكنها طبعا كما ذكرنا ليست وسيلة للتواصل فحسب. ويشير الدكتور نجم إلى أن الإبداع الجديد بأشكاله المختلفة يحتفي باللغة حتى في أكثر الأشكال تجريباً، وهو الإبداع الرقمي الذي يجيء متعدد الأدوات ومتنوع الأغراض، يخاطب الأحاسيس والمشاعر ولم يتخلى عن العقل. وقد ساعد هذا الإبداع كما قلنا على انتشار اللغة العربية على الإنترنت، إضافة إلى التأثير القوي للأدب الورقي الذي زاد حجمه في السنوات الأخيرة بشكل كبير. أعزائي المشاهدين والمشاهدات الفضليات، حاولنا أن نرصد ما كتبه المتخصصون اللغويون والنقاد وكذلك التربويون بشأن اللغة العربية على وجه التحديد، وتحدثوا فيه عن الأدب بوصفه رافع للغة. الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، لم يتبقى لنا إلا أن نشيد بالذين كتبوا عن اللغة أو الأدب ودوره في تطوير أي لغة كانت، واستمعنا إلى آراء عدد من النقاد والكتاب والمتخصصون على أن الأدب كيف يطور اللغة. سؤال يطرح نفسه عزيزي المشاهد: أين هذه الأنساق الأدبية في واقع اللغة العربية في إريتريا؟ طبعا نتيجة للأشياء التي ذكرناها في أكثر من حلقة أو في عدد من الحلقات، إن اللغة العربية في إريتريا تعاني ما تعاني. وإن كان الناس يرمون يعني الكرة في ميدان الطغمة الحاكمة، لكن أنا أعتقد أنه هي يعني المسؤولية مشتركة. أنا أزعم فأقول أنه برضو المجتمع مقصر، كان بإمكانه أن يدعم هذه اللغة ويعمل على تثبيتها أكثر ودعمها وتطويرها، وفي نفس الوقت ابتكار أساليب جديدة ووسائل مختلفة متجددة مع الزمن حتى يستطيع أن يساهم قدر الإمكان في تطوير هذه اللغة. وأكثر شيء يدعو إلى التأمل والعجب في نفس الوقت أنه يعني الناس لا يشجعون حتى الذين يكتبون بشكل أو آخر أيا كانت المستويات. يعني بصراحة نستطيع أن نقول أنه الآن هنالك يعني منتوج بغير اللغة العربية في إريتريا كبير جدا جدا، ومن الصعب جدا أنك تعمل له إحصاء وبشكل مخطط، بالذات ما يصدر باللغة واحدة من اللغات الإريترية، لغة التيغرينيا. والملاحظ أنه المنتوج الذي يصدر بلغة التيغرينيا يلقى رواج وتفاعل وتشجيع أيا كان المحتوى، أيا كان المحتوى، حتى لو لم يكن فيه أي مستوى من الفكرة والرؤية وما إلى ذلك. يعني وهذا ما نلاحظه في مناسبات التدشين. تلاقي الزول يعني عنده في ليلة واحدة ممكن يبيع 1000-2000 نسخة من كتابه، سواء كان شعر ولا قصة ولا حكاية ولا تاريخ، سرد تاريخ ذاتي.
يعني سواء كان في أسمرة داخل البلاد أو خارجها. لكن لما نجي نعمل مقارنة للمنتوج المكتوب باللغة العربية على، يعني هو يخرج بعد خراج روحي، برضه تلاقي التفاعل ما بالمستوى المطلوب. على قلة المنتوج الموجود تلاقي النقد فيه ما فيه مرجعية، والناس ما بتشجع المؤلف، لأنه أن تصدر كتاب بأي شكل من الأشكال، يعني سواء كان شعر، قصة، وحتى ولو تاريخ، يعني معركة أنت تدير معركة بين الكاتب والناشر. يعني زول ممكن أنت برضو ما يكون عندك القدرة بتاعت الكتابة، تستكتب الناس ثم تفتش عن المؤسسة التي ستطبع الكتاب، ثم تبحث عن موزع، ثم الناشر، وشغل يعني ما لا أول ولا آخر. وبعد كل هذا لا تجد أي شكل من أشكال التعاون، ولا تجد التشجيع. ما الناس ما بتشتري، وبالعكس برضو يعني يقع الناس في نقد غير بناء وما إلى ذلك. هذه واحدة من الإشكاليات التي حدث أو يعني أثرت على أن لا يتجاسر الناس للنشر والتأليف، وثم يعني ينشروا أفكارهم. قليل هي الكتب التي استطاعت أن تنجح وتصل إلى أكبر عدد من القراء. وأنا ما داير أذكر أسماء، لكن هنالك أسماء معروفة، يعني على الرغم من كل الصعوبات والتحديات الموجودة برضو تقول يا أخي دايرين نقول كلمتنا للتاريخ ثم نذهب من هذه الدنيا. بالتالي عبر هذا البرنامج، في برنامج مع اللغة العربية، أنا أولا نشيد ويعني نشكر كل اللي يحاولوا يكتبوا ويحاولوا ينشروا ويحاولوا يعني يطرحوا أفكارهم من كتب. في نفس الوقت أهيب بك عزيز المشاهد وبك عزيزتي المشاهدة أن نشجع الناس في منتوجاتهم ولا نقلل من إنتاجهم، نساعدهم بأن نشتري المنتوج، وفي نفس الوقت ندعم كذلك المؤسسات الطوعية التي تعمل في نشر الكتاب، لأنه هذه اللغة التي نتحدث لها وبها وعنها لو لم تدفعها وتلازمها بالوقفة، بالرأي، بالتشجيع المنتجين، تشجيع الكتاب، شعراء، رواة، كتاب قصص، روائيات وما إلى ذلك، وحتى الذين يكتبون عن التاريخ الإريتري وعن برضو برؤى إسلامية، كثيرون هم الذين يستطيعون أن يكتبوا لكن لا يجدون ذلك التشجيع، فتتقاصر عزائمهم. ولذلك أنا أدعو الجميع كلنا معا أن نكون على قدر المسؤولية حتى نحقق شيء لواقع اللغة العربية ونطور من هذه اللغة ونثبت أقدامه، لأنه بالحديث لا يمكن أن نبني أو نعمل شيئا، لأنه كما قيل يعني إذا لم تتضافر الجهود لا يمكن أن نحقق شيء مما نبتغيه. وهذا وبالله التوفيق، هذا ما وددت أن أقول لكم في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. وتحدثنا عن الأدب ودوره كرافعة لتطوير اللغة، ونحن نتحدث عن اللغة العربية، وبالتالي منتوجنا الأدبي بأي شكل من الأشكال علينا أن ندعمه، نشجعه، وإذا ما طبع أي كتاب علينا شراؤه. والكتب والله ما أرخصها، يعني الكتب دي بعد كل التعب ده وجري وهناك وتأليف وعصف ذهني وتجربة وما إلى ذلك، يعني أن يباع كتاب تاريخي في قضايا هامة من تاريخ إريتريا مثلا، أو كتاب منتوج شعري أو أدبي، رواية أو قصة، ويقول لك يعني 15 20 دولار، يعني ممكن في البلاد الثانية 20 30 ريال، وبعد كده الناس ما بتشتري. فكيف نحن
ندعو إلى ونقول إنه في جهات قاعد تحارب هذه اللغة وتعمل، ونحن من حيث لا ندري نحارب هذه اللغة. وبالتالي نحن إن شاء الله يعني بالتاريخ أثبتنا هذه اللغة ومكانتها في المجتمع، وعمليا أثبتنا برضو الجهات التي تحارب بما فيها جمهورية الشعوبيات، يعني الشعوبيون كتار، لكن من حيث لا ندري أحيانا نكون نحن أعضاء وأطراف غير معلنة ندعي إنه تطوير هذه اللغة ولا بد وكذا بتاع، لكننا نمارس شكل من أشكال تقزيمها ومحاربتها، فلنكون واعيين إلى ذلك. ونحن إن شاء الله حنخش بعد كده في المسؤوليات الفردية والمسؤوليات الجماعية لتطوير اللغة وتثبيت دعائمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حسن المتابعة والمشاهدة، ويجزينا جميعا كذلك على رغبة ونية الاجتهاد فيما يمكن أن نقدمه لكم بهدف تطوير وتثبيت ودعم هذه اللغة العربية، لغتنا الجميلة. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وتحيات زملائي الفنيين المخرجين والمنتجين في قناة السلام الإعلامية. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وستكون الحلقة 17 في برنامج مع اللغة العربية. ودائما نختم ونقول، يعني أقول ولو أن شوقي قد توزع بينكم لقلدكم ماسا من الحب مطبق، ولو أن سرجي قد رنى سرج سابح لفاض عميما من لمن النظم فيهق، أسوح به كل الخيام وأنتشي على سرر موزونة الطهر البقبق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.